كل دي مفاتيح بتاعت الموتوسيكل. المفتاح دوت اللي هو بيشغل الموتوسيكل من بعيد. بص الناس اليومين دول يقول لك ايه، الموتوسيكل ده نازل في وقت غلط عشان الاسعار غاليه والدنيا دي كلها، والموتوسيكل ده بالتحديد الصراحه نازل في وقت صح. هتقول لي ليه؟ هقول لك الموتوسيكل ده ادفنشر ونازل زي الزونتس 310 او 350 بس بامكانيات اضعف شويه او حاجات اضعف شويه، بس عشان يديك الادفنشر بسعر كويس. هو الصراحه برده سعره مش هيبقى اقتصادي قوي، بس هيكون بيديك سعر اقل شويه من الزونتس 310 او الزونتس 350. فخلينا نعرف الداين اكس اف 300 سي سي في الامكانيات والتفاصيل اللي فيه ايه، بدايه من البوكسات والحاجات الجامده دي. فيلا بينا نبدا. زي ما قلنا ان شركه داين نزلت لنا موتوسيكل 300 سي سي فئه الادفنشر. لو انت مش قادر تجيب الزون 310 او 350 سي سي عشان سعره غالي شويه، تقدر تجيب الداين بسعر اقل وفرق كويس شويه وامكانيات برده قويه وخامات كويسه. زي ما احنا عارفين شركه داين شركه قديمه هنا في السوق المصري والموتوسيكلات بتاعتها كويسه وما واجهناش معاه مشاكل كتير، فاكيد لما هتعمل لنا حاجه جديده زي موتوسيكل الادفنشر ده اكيد هيطلع حاجه كويسه. فخلينا نشوف الامكانيات اللي فيه ونبدا. اول حاجه بامكانيات الموتور. الموتوسيكل هنا نازل بسلندر واحد، وعموما الموتوسيكل الموتور بتاعه شكله كويس وعاجبني التقفيل بتاعه من بره كده شكله شيك. الموتور هنا 300 سي سي يعتبر فيه كل حاجه انت عايزها، سواء تبريد ميه سواء نظام انجكشن عشان يوفر لك في استهلاك البنزين. الموتوسيكل هنا ممكن يمشيك من حوالي 30 كيلو في اللتر الواحد، يعني ممكن تمشي 100 كيلو بحوالي 3 لتر او 3 لتر ونص. وطبعا مع الشنط دي ممكن استهلاك البنزين يعلى شويه، ممكن تنزل كمان حوالي 25 كيلو في اللتر. طبعا الموتوسيكل لما بينزل على الارض بنعرف الارقام ديت بجد وبنعرف الدنيا فيها ايه. قبل ما نكمل كلام عن بقيه مواصفات الموتوسيكل هنا عايز اوريك المفاتيح. بص كل دي مفاتيح بتاعت الموتوسيكل. اول حاجه دول المفاتيح بتاعت الكونتاكت زي ما احنا شايفين بتتفتح كده وفتحه مطوه. وعندنا هنا المفتاح دوت اللي هو بيشغل الموتوسيكل من بعيد. بص زي ما احنا شفنا كده بنتحكم في الموتوسيكل كله من بعيد بالمفتاح دوت، بيحرك كل حاجه، بنتعامل في كل حاجه، بيقفل الموتوسيكل، بيفتح الموتوسيكل، بيدور الموتوسيكل، وكمان في جهاز انذار. وبقيه المفاتيح ديت بتاعت التوب بوكسات اللي ورا دي برضه تعالى اوريك فيها لفه كده اهو. التوب بوكسات دي حلوه، وعلى فكره انت لما تيجي تشتري موتوسيكل ما فيهوش التوب بوكسات دي انت بتحتاج تجيب طقم كامل زي ده، تخش لك في 10000 جنيه فيما فوق، ده اقل واجب يعني. بس هي طبعا هنا مش معدن، هي فبر، بس فبر كويس. وبص برضه التقفيل من جوه شكله حلو قوي، والجلد ممكن في جيوب هنا تقدر تحط فيها الحاجه اللي انت عايزها، ومساحه الى حد ما كويسه. تعال بقى نكمل بقيه الكلام عن تصميم الموتوسيكل هنا. الموتوسيكل هنا زي ما احنا شايفين شكله كويس جدا، وفي اللون الفسفوري دوت شكله حلو، وفي تفاصيل كده تعجبك بدايه من الرفرف اللي قدامي ده العلوي عشان ده موتوسيكل ادفنشر، والرفرف اللي امامي هنا. وعايز اقول لك الموتوسيكل هنا نازل بدبل ديسك فرامل امامي. ستوب كده. اولا بعتذر جدا عن الدوشه اللي حاصله في الفيديو ان الصوت مش نقي، وده لان المعرض كان زحمه جدا والناس عماله تعدي حواليا كتير، ويمكن ده هيبان في التصوير بتاع الفيديو. وطبعا اللقطه دي صوتي ما كانش واضح، فهقول لك دلوقتي الموتوسيكل ده كان نازل بنظام فرامل ABS، وده احسن نظام امان للفرامل ان هو ينزل في الموتوسيكل، وكويس جدا ان احنا شفنا نظام الفرامل ده في موتوسيكل من شركه داين. الجنط هنا مقاس 17 على العرض، الفرد هنا 110، والفرد زي ما احنا شايفين كده تقريبا 50% اون رود و50% اوف رود عشان تقدر تسافر بيه، وكمان ان انت تخش بيه في مناطق وعره هيكون كويس جدا معاك. نطلع هنا مساعدين مقلوبه والقطر بتاعها كويس جدا، وبعد كده نطلع نبص نلاقي هنا الاكسدام دوت اللي بيحمي الموتوسيكل من الخبطات، وبرده شكله كويس جدا وماشي مع لون الفيبر بتاع الموتوسيكل. تعالى بقى بص في الفانوس اللي قدامي هنا، والفانوس هنا شكله حلو قوي وعجبني الصراحه. عندنا هنا الليدات ديت، والفانوس هنا نازل بتنور لمبه ليد من فوق وعدسه هنا عشان تنورك على المكان البعيد. وكلمه داين دي تعالى نوريك الفانوس دلوقتي. زي ما احنا شايفين كده الليدات ديت منوره شكلها حلو قوي، واللينس اللي فاتح دوت بينور بشكل كويس على الطريق. طالع عندنا هنا فوق الفانوس السكرين ديت عشان تحميك من الهواء، هي ما بتحميش الجسم كله، بس انا متاكد ان هي هتكون بتفادي جزء جدا من الطريق. ممكن اوريك برضه وانا راكب هي بتحمي قد ايه من الجسم. يعني انا شايف السكرينه واخده لغايه صدري، لو انت لابس خوذه ولا حاجه اظن الموضوع هيكون كويس وهشيل جزء كبير جدا من الهواء. في تفصيل هنا في السكرين ان هم فاتحين فتحتين تهويه كده تقريبا علشان تبقى مقاومه الهواء ما تكونش عاليه قوي، ويساعد ان الموتوسيكل يمشي بشكل كويس. مش عارف هي دي هتفرق ولا لا، انا اول مره اشوفها الصراحه. والسكرين ديت لو كانت بتتحرك او متحركه تطلع فوق شويه وتنزل كان هيكون احسن بشويه من كده. الموتوسيكل هنا نازل بوصله USB عشان تشحن منها الموبايل بتاعك. تعالى برضو نشوف قاعده الموتوسيكل عامله ازاي. اول حاجه هتلاحظها هنا في قاعده الموتوسيكل اول ما تقعد عليه ان المساعدين طريه بزياده قوي زي ما انت شايف كده. انا مش بعمل وزن جاب بس الموتوسيكل بيتمرجح، فده كان موتوسيكل ادفنشر. الفكره دي جامده قوي فيه ان هو المساعدين بتاعته مرنه جدا. زي ما احنا شايفين برضو في هنا كفرات نازله مع الموتوسيكل عشان يحميك من اي حاجه تخبط فيك وانت ماشي بالموتوسيكل. وتعال نبص على الواجهه الاماميه بتاعت الموتوسيكل وانا قاعد كده قدام الشاشه الديجيتال بالكامل ديت. بس الشاشه هنا لونها غريب شويه،
الموتوسيكل كله التقفيل بتاعه كويس واشكال كويسه جدا. عندنا هنا الكتل مضيئه، بس مش عارف بقى ليه الشاشه دي نازله بالمنظر ده، ما اعرفش يعني، ممكن تكون دي بعض الاستغناءات اللي هتستغنى عنها في القيمه مقابل السعر. عايزين بقى نسمع صوت الموتور. صوت الموتور قوي وكويس. طبعا نتكلم عن اخر حاجه هنا والجزء الخلفي الموتوسيكل، والفرده هنا نازله بعرض 140 برضو اون رود 50% اوف رود 50%. نظام فرامل هنا اي بي اس ونازل بديسك فرامل صغير شويه، وعندنا هنا برضو شكل الجاكمان. بعد كده عندنا الفلاشرات هنا في الموتوسيكل الخلفيه، والاضاءه هنا في الموتوسيكل كلها ليد بالكامل، سواء الاشارات سواء الفانوس الامامي، كل حاجه هنا ليد. بس دي كانت نظره سريعه عن الداين اكس اف 300 سي سي. ما تنساش تقول لنا رايك تحت في الكومنتات عن موتوسيكل جديد زي دوت هيعمل كلام كتير في السوق المصري هنا. والسعر متوقع الموتوسيكل دوت حوالي 90,000 جنيه، من 90 92 حاجه زي كده. ده فرق عن 350 من الزونتس من 10 ل 15,000 جنيه. قول لنا في الكومنتات تحت هل فرق السعر ده يستحق، هل انت لو قدامك الموتوسيكل ده ممكن تشتريه ولا تشتري الزونتس؟ انا شايف ان الخامات هنا كويسه، بعض الاستغناءات البسيطه مثلا العداد، الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش هي وعبه الجاكمان. اي حاجه تانية في الموتوسيكل انا شايف انها كويسه. وما تنساش طبعا ان انت هتحط في باكج السعر ده الثلاث شنط. الثلاث شنط ده زي ما قلت لك ان انت لما تيجي تشتريهم هتخش لك في حوالي 10,000 جنيه بالميت عشان تجيب 3 شنط زي كده. وبس على كده كان فيديو النهارده. انا معاذ سعد، دي قناه موتور، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.